بص، هو الجهاز اللي هنتكلم عنه النهارده قد يكون مالوش شهرة كبيرة وسط المجتمع التقني، وقد يكون سعره ظلمه حبتين، ولكن ما نقدرش ننكر ان ال S22 بلس من احسن الاجهزة اللي ممكن تستخدمها في 2023. وهل يستحق الشراء مقابل كل جنيه او كل عملة عربية بتدفعها في الجهاز ده ولا لا؟ ده اللي هنعرفه في فيديو النهارده. يلا بينا. السلام عليكم، اذا وسهلا بكم في فيديو جديد. معكم احمد صدومه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا غالي ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو لو عجبك، وتتابعني على حساباتي على السوشيال ميديا، تلاقي اللينكات موجوده في الديسكربشن. ولو حبيت تشتري حاجه من عناوين مصر، الامارات، السعوديه، هسيب لك اكواد خصم تقدر قدامك دلوقتي على الشاشه، بتديك خصومات صحيحه جدا، وكمان ممكن تخلي الشحن مجاني. فالنهارده بقى هنتكلم شويه عن الاس 22 بلس اللي سعره في الاسواق تقريبا بالضمان الدولي حوالي 28 لغاية 30 ألف جنيه في مصر، والضمانات المحلية ممكن يكسر ال 30 ألف جنيه بألوفات بسيطة. لو جينا نتكلم عن التصميم فهنلاقي ال S22 بلس ما يقلش تماما في الفخامة والمتانة وجودة المسكة وجودة الخامات المستخدمة عن الجهاز الألترا. معاك فريم من الألمنيوم اللامع اللي في اللون الأسود اللي معايا ده قمة في الفخامة، وظهر من الازاز الفروستد المصنفر اللي بيتسمى الفانتوم بلاك، اللي من ساعة ما تقدم في الاس 21 الترا وهو بياكل عيني كل ما اشوفه في اي جهاز. وفريم الكاميرات اللي بيجي من الالومنيوم المطفي اللي مستقل عن الفريم بتاع الجهاز نفسه، عكس سلسلة الاس 21 اللي كانت لما بيحصل اي كسر او اي غلطة في فريم الكاميرات بتضطر تغير فريم الجهاز كله. وظهر الجهاز بيجي فلات تماما ما فيهوش اي كيرفات، الفريم هو اللي فيه يعني جاي بدوران بسيط كده، عشان لما تمسك الجهاز على الرغم من ان شاشته مش صغيرة اطلاقا 6.6 بوصة ومع وزنه الممتاز 195 جرام، هتحس فعلا ان مسكة الجهاز ده في منتهى السهولة على الرغم زي ما قلت لك من حجمه الكبير. وبنسبة كبيرة جدا هتقدر تستخدم الجهاز بايد واحدة بدون اي مشاكل. والاس 22 بلس طبعا محمي ضد المياه والغبار بمعيار IP68. ولو جينا بقى نبص لمقدمة الجهاز اللي هنلاقي فيه شاشة تحفة اللي من غير اي حواف تقريبا، اللي تحس انك غطسان فيها. الشاشة اللي زي ما قلت لك بمقاس 6.6 بوصة من نوع دايناميك اموليد 2X، نفس البانل المستخدمة في الاس 22 الترا اللي بتيجي بتردد 120 هرتز، وبتدعم عرض محتوى ال HDR 10 بلس بمستوى سطوع بيوصل لغاية 1750 نتس، وكثافة بكسلات 393 بكسل لكل انش. على الرغم من ان رقم كثافة البكسلات مش قد كده، ولكن تجربة استخدام الشاشة دي حاجة في منتهى الروعة، سواء كان في الاستخدام اليومي متناهي السلاسة اللي زي ما قلت لك هيساعدك في تصميم الجهاز انك تستخدمه بايد واحدة بدون اي مشاكل، سواء كان في عرض المحتوى اللي هتاخد هنا تجربة مثالية تقريبا مع البانش هول الصغيرة اللي موجودة هنا. انت اي محتوى بتتفرج عليه على الاس 22 بلس هتحس انك غرقان فيه، خاصة لو شغلت حاجة HDR 10. وحتى في الالعاب هتاخد هنا تجربة كويسة جدا، لان حجم الشاشة هنا كويس جدا للجيمرز، ترددها بيوصل 120 هرتز، فتقدر تشغل الالعاب الداعمة للتردد ده على الشاشة نفسها، وبتاخد الوان ممتازة جدا. فملخصا تجربة الاستخدام على الاس 22 بلس هنا قمة في التميز. وكمان اللي بينقل تجربة مشاهدة المحتوى الخطيرة دي لمستوى أعلى هي تجربة الصوت في الجهاز ده. طبعا الجهاز هنا بيدعم الدولبي اتموس، ومستوى الصوت فيه رائع، صوت عالي جدا، نقي جدا، محيطي جدا. ولو جينا بقى نتكلم في نقطة مهمة جدا لكل مستخدمي الموبايل تقريبا، خاصة الناس اللي بتتوجه لأجهزة الفلاج شيب أو الأجهزة الغالية، هي تجربة الأداء. والاس 22 بلس مش هيأثر معاك تماما في النقطة دي، لان المعالج اللي بيجي في الجهاز ده للنسخه الجلوبال اللي بتنزل للعالم كله ما عدا اوروبا هو كوالكوم سناب دراجون 8 جن 1 بمعماريه 4 نانومتر، والنسخه اللي بتنزل في اوروبا هي نسخه اكزينوس 2200. مش هنتكلم عن الاكزينوس لان مستخدمي سامسونج عانوا كتير جدا من الحوار ده، وما صدقوا ان النسخه الجلوبال بقت تنزل بالسناب دراجون مع 8 جيجا بايت رام ومساحات تخزين 128 او 256. والنسخه اللي هتلاقيها موجوده في مصر او في الوطن العربي هي نسخه السناب دراجون مساحه 256
256 مع رام 8 جيجا وشريحتين. مع الاندرويد 13 مع واجهة سامسونج المليئة بالتخصيصات والحركات والحبشتكنات، فانت هنا هتاخد اداء ممتاز جدا جدا. ولما اقول لك تجربة فلاج شيب تصدقني، لان انت هنا مش هتتنازل عن اي حاجة تماما تخص الاداء، سواء كان استخدام يومي، سواء كان اداء عالي جدا في العاب تقيلة جدا زي ليج اوف ليجندز مثلا، بلعبها على الجهاز ده على 120 فريم بتديني اداء ممتاز جدا. وحتى البرامج التقيلة الخاصة بتعديل الفيديوهات او تعديل الصور هتاخد هنا يعني اداء ملوش مثيل. ولكن كل ما تضغط على الموبايل وتاخد منه اداء عالي هتلاقيه بيسخن. ولكن موضوع السخونية ده ممكن تلاقيه مستمر معاك لمدة اسبوع 10 ايام من وقت شرائك للجهاز، ولكن بعد كده هو بيتعلم استخدامك عامل ازاي، وموضوع السخونية ده بيقل حبتين. وطبعا واجهة سامسونج وان يو اي غنية عن التعريف، هتلاقي تخصيص في كل حاجة تقريبا موجودة في السوفت وير، تقدر تعمل كل حاجة متفصلة على مزاجك بلا أي مبالغة حرفيا. نيجي بقى ونتكلم عن نقطة مهمة جدا هي اللي بتميز أصلا سلسلة الاس 22 عن نظائرهم اللي قبل كده، ألا وهي الكاميرات. الاس 22 بلس بيجي بكاميرا أساسية 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f1.8 وبتدعم التثبيت البصري للصورة والدول بيكسل فوكس. كاميرا ثانية 10 ميجا بكسل فتحة عدسة f2.4 بتديك 3x اوبتيكال زوم، أي ما يعادل تقريبا بعد بؤري 70 مللي، وبرضو الكاميرا دي مثبتة بصريا أكيد. والكاميرا الثالثة هي كاميرا الالترا وايد 12 ميجا بكسل فتحة عدسة f2.2 بعدها البؤري تقريبا 13 مللي، والجهاز ده بيقدر يصور فيديو لغاية 8K 24 فريم في الثانية. لو جينا نتكلم عن الصور اللي بتطلع من الكاميرا الأساسية، فهي الصور بتتمتع بدايناميك رينج مش طبيعي. سامسونج أفضل شركة في العالم بتظبط الدايناميك رينج في الصور بتاعتها، أحسن من الآيفون، أحسن من الآيفون ب100 مرة. هتلاقي دايما صور أجهزة سامسونج والاس 22 بلس خصيصا الدايناميك رينج بتاعها شكله حلو، تحب تبص للصورة، مش هتلاقي الهايلايتس مثلا لاسعة قوي والشادوز هي اللي باينة، ولا العكس مش هتلاقي الشادوز مطفية قوي عشان يظبط الهايلايتس. هتلاقي دايما الصورة متوازنة جدا وبتديك الوان اللوك الخاص بسامسونج بقى، الالوان المشبعة. هي اي نعم ما بتبقاش طبيعية، ولكن هم سامسونج معترفين بده ان الصور كالوان خاصة لو بتصور طبيعة او كده ما بتبقاش الالوان الطبيعية اللي عينيك شايفاها، ولكن بيخلي شكل الصورة حلو في الاخر. وبالنسبة للتصوير الليلي فانا عندي مشكلة صغيرة هنا مع سامسونج، ان هم مش بيصوروا المنظر الليلي على انه نايت سين، لا هو بيفتح كل حاجه وخلاص. اي نعم بتبقى مظبوطه ومن غير نويز وكل حاجه، ولكن ما بيتعاملش مع المشهد اللي قدامه على انه تصوير ليلي، على قد ما هو بيبقى همه ان هو يفتح كل حاجه ويخلي لك الصوره واضحه وخلاص. ولو جينا نبص بقى للصور البورتريه، البتاع ده مش طبيعي في تصوير البورتريه. انا اول مره في حياتي احب صور بورتريه خارجه من اي جهاز غير الايفون. طبعا سامسونج قبل كده كانت بتعمل حركه غبيه جدا، هي ان صور البورتريه بتتاخد كروب من السنسور الاساسي، في حين ان كان بيبقى فيه عدسه اوبتيكال وكل حاجه. ولكن طبعا الموضوع ده ما بقاش يحصل هنا، بقوا يستخدموا العدسه التليفوتو اللي بتطلع صور في منتهى الجمال وسكين تونز في منتهى الروعه. اي نعم عندها يعني حاجه غريبه كده، او ده طبعا في السوفت وير نفسه مش في الكاميرا، هي انه السكين تونز بيحددها على اساس الشخص اللي قدام الكاميرا لابس ايه. يعني هتشوف صوره قدامك دلوقتي بالتيشيرت الكحلي، السكين تونز في منتهى الجمال، الصوره بتنطق من حلاوتها. لما لبست بقى التيشيرت التاني هتحس ان وشي مخضر، تحس ان السكين تونز اختلفت. الموضوع هنا مش موضوع وايت بالانس، يعني في اجهزه لو انت مثلا لابس حاجه معينه او المنظر اللي قدامها بيتطلب ان الوايت بالانس يبقى مزرق شويه، او العكس برضو ان هو يبقى مصفر شويه، لا هنا الجهاز بيدي تنت مختلف، بيدي لون مختلف للون البشره نفسه. لكن بعيد عن موضوع اللون البشره ده، الصور بتطلع من الكاميرا التليفوتو خاصه في الاضاءه كويسه في منتهى الجمال. صور وارفع يابا على السوشيال ميديا على طول. وانا معجب جدا جدا بتصوير الكاميرا التليفوتو وتصوير البورتريه اللي موجود في الاس 22 بلس. والكاميرا الالترا وايد على الرغم من اني مش من محبي الكاميرات الالترا وايد، الا ان برضو الموضوع اللي اتكلمنا عنه في العدسه الاساسيه من ضبط الدايناميك رينج وما الى ذلك موجود في الكاميرا الالترا وايد، والصور بتطلع منها برضو نتائجها كويسه. وبالنسبه لتصوير الفيديو، فتصوير الفيديو في اجهزه سامسونج تقريبا بدا نقطه الانطلاقه بتاعته من سلسله الاس 22، لان تصوير الفيديو في الجهاز ده كويس بشكل كبير. وموضوع ال 8K ده
على الرغم من انه شيء كويس جدا، وعلى الرغم من انه بيديك ريزوليوشن كويس وكل حاجه، ولكنه مش مستخدم قوي. فما اعتقدش انك هتستخدم موضوع ال 8K ده كتير. يعني اعتقد ان اكتر حاجه هتستخدمها هي ال 4K، وكمان خاصيه التثبيت اللي بتسمى السوبر ستادي من سامسونج بتديك تثبيت زياده لو انت بتصور عن حركه او بتصور منتج ما او حاجه، ولكنها بتتطلب اضاءه اكتر شويه، وبتاخد برضو كروب شويه من الفيديو اللي انت بتصور. اما دي بقى عينه لتصوير السوبر ستادي اللي بيشتغل على العدسه الاساسيه اللي انت شايفها وعلى العدسه الالترا وايد، ولكن بصراحه النتيجه من العدسه الاساسيه مميزه جدا جدا. بص، حركه سريعه، الفيديو ثابت الى حد كبير، ممكن تلاقي بطء في الفوكس شوية زي ما انت شايف، ولكن اجمالا الموضوع لطيف جدا بصراحة. وكمان تقدر تصور فيديو بتقنية ال HDR10+، ده بيديك يعني مدى اكبر في التعديل ومدى اكبر في الالوان والحاجات اللي اتكلمنا فيها في فيديوهات كتير في اجهزه كتير قبل كده دي. طبعا احنا عارفين ان الزوم الاسطوري بيبقى موجود في الالترا بس، ولكن ده ما يمنعش انك تقدر تعمل هنا زوم لغايه 30x. اي نعم بيبقى ديجيتال، ولكن يعني الجهاز بيحاول على قد ما يقدر ان الصور تبقى ب 30x دي تبقى صوره مستخدمه في الاول والاخر. ولكن لو عملت زوم لغايه 10x الصورة بتطلع شكلها فعلا حلو وحاجة قابلة للاستخدام بشكل كبير. وبالنسبة للكاميرا الأمامية فهي كاميرا 10 ميجا بكسل، فتحة عدسة f2.2، بتقدر تصور فيديو لغاية 4K 60 فريم في الثانية، وبتدعم الاوتو فوكس واللي هو شيء كويس جدا. والصور اللي بتطلع منها بينطبق عليها نفس اسلوب المعالجة الرايق جدا اللي بيخلي الدايناميك رينج شكله حلو قوي. ولكن فيها نقطة، وده كده بقى يعني هو تقريبا موجود في كل أجهزة الأندرويد بس أنا اللي ما كنتش أعرف، برضو موضوع اتكلمنا عنه في فيديو الجوجل بيكسل 4. لو ما شفتوش السهولة كنا في الآي اللي فوق، جهاز من أحسن واقوى الاجهزه اللي ممكن تشتريها في فئه تحت ال 10000 جنيه. اتفرج عليه، الفيديو ده جامد جدا جدا. الموضوع ده كان انه بيعدل شكل الراس، على الرغم من ان اي حاجه ليها علاقه بالتجميل والحاجات الغريبه اللي اجهزه الاندرويد بتعملها دي ملغيه تماما. انا لاغيها بايدي، ما اعرفش ليه بيعمل كده. ولكن بعيدا عن الموضوع ده، لا بجد الصور اللي بتطلع من الكاميرا الاماميه هنا، على الرغم من ان الكاميرا 10 ميجا بكسل او السنسور 10 ميجا بكسل، الا انها مميزه جدا، وبعدها البؤري برضو كويس حوالي 26 مللي، فزاويتها واسعه. وحاجه بقى بتميز سلسله الاس 22 او اجهزه سامسونج بدايه من الاس 22 هو تصوير السوشيال ميديا. كلنا عارفين ان اجهزه الاندرويد مش زي اجهزه الاي او اس، ما بتعرفش تستغل امكانيات الكاميرات بتاعتها في تطبيقات السوشيال ميديا. كل اجهزه الاندرويد قبل كده كانت بتبقى عباره عن سكرين ريكورد كده، تسجيل شاشه في تطبيقات السوشيال ميديا، وبتاخد منها صور زي الزفت وبتاخد منها فيديوهات زي الزفت. ولكن سامسونج خلت الموضوع ده مش موجود في سلسله الاس 22، لان انت هنا سواء كنت بتاخد ستوري من انستجرام او بتصور فيديو على تيك توك او اي حاجه ليها علاقه بالسوشيال ميديا، بتستخدم قدرات الكاميرا نفسها، وتقدر كمان تتنقل ما بين العدسات الالترا وايد، الوايد، التليفوتو. فده شيء كويس جدا جدا للناس اللي كانت بتبقى مضطره تشتري ايفون عشان تفاعله او قوه الاي او اس مع الكاميرات الخاصه بيه. وطبعا تقدر تصور رو، وموضوع الرو ده بيستفيد منه المحترفين اكتر من المستخدمين العاديين. وبرضه بتقدر تاخد وضع مميز جدا جدا بحبه في اجهزه سامسونج، واتمنى ان ابل تنزله في اجهزه الايفون انتجريتد او يبقى موجود جوه ابلكيشن الكاميرا نفسه، هو البرو فيديو. البرو فيديو ده اللي صناع المحتوى بقى يابا، اللي عايز يحط الموبايل قدامه كده ويظبط الاعدادات كلها بالملي، بتقدر تعدل على كل حاجه كانك بتصور بكاميرا بروفيشنال فيها كل الاعدادات اللي انت عايزها. ده يعني تصوير فيديو للسامسونج اس 22 بلس، متصور 4K 30 فريم في الثانيه، والصوت متسجل مباشره من الجهاز، بيبعد عني تقريبا حوالي متر وعشرين. طبعا ده من العدسه الاساسيه، وبنصور بالمناسبه من البرو فيديو، وضع البرو فيديو اللي بيخلي الوايت بالانس مستقر، اللي بيخلي الشاتر سبيد مستقر، الايزو مستقر. لان انت لو صورت اوتوماتيك في اي موبايل تقريبا بيغير الوايت بالانس وبيغير اوضاع الاضاءه وما الى ذلك على حسب الكادر اللي انت فيه. يعني في حاجات لو انا عملت كده مثلا وحس ان التونز بتاعت الصوره اتغيرت بيبدا هو يأقلمها، لكن وضع البرو فيديو بيخليك تصور زي المحترفين بالظبط. اما دي بقى في عين التصوير للبورتري فيديو زي ما سامسونج بتسميها، او المتعارف عليها السينماتيك مود، اخرها 1080 بي 30 فريم في الثانيه، واللي تفاصيلها مش احسن حاجه، والعزل ساعات بيسرح كده وتلاقيه بيعمل حاجات غريبه، والشاربنس
الحده بتاعه الفيديو بتبقى مختلفه عن الفيديو اللي ممكن تاخده من العدسه الاساسيه اللي بيطلع ممتاز جدا، اللي لسه انت شايفه من شويه يا اسطى. اما دي بقى عين التصوير فيديو من الكاميرا الاماميه برضو 4K 30 فريم في الثانيه، اللي فيها اوتو فوكس زي ما قلت لك، اللي لو قربت على اوبجكت زي كده هتلاقي الخلفيه معزوله وتقدر تتحكم في الفوكس زي ما انت عايز. ده شيء كويس جدا للفلوجرز. وما تنساش ان كل العينات اللي انت شفتها دلوقتي هي عينات متاخده باضاءه استوديو. ممكن الموضوع بقى في الاضاءات العاديه يختلف شويه، ولكن لو هنكلم بقى صناع المحتوى فطبعا انت لازم يكون عندك اضاءه استوديو حتى لو اضاءه متواضعه. وبالمناسبه الاضاءه اللي احنا فيها دلوقتي يعني حاجات عاديه خالص، سوفت بوكسز الاتنين ب 2000 جنيه وبتاع 2000 جنيه دي الاضاءه المتواضعه حاليا يعني. الحمد لله. ولكن والله انا مرضي جدا جدا بالعينات اللي احنا شفناها دلوقتي. وفي شويه حبشتكنات بقى هتلاقيها في الجاليري او معرض الصور الخاص بالجهاز، حاجات زي انك تقدر تعمل ريماستر لصوره لو فيها نويز مثلا، لو الاضاءه فيها ضعيفه او ما الى ذلك يقدر الجهاز يعدل لك عليها. اي نعم النتيجه ما بتبقاش احسن حاجه في كل الحالات. وحاجه برضو زي انه بيقدر يحدد الاوبجكتس او بيحدد الاشياء او الاشخاص اللي موجودين في الصوره، وبيعمل لهم كروب كده، تقدر تلمس لمسه طويله يروح محدد لك هو الشخص او كده، وتقدر تلعب بقى وتبعتهم وتعمل ستيكرز والحاجات اللطيفه دي. نيجي بقى لاخر حاجه الا وهي البطاريه. بطاريه الاس 22 بلس هي 4500 ملي امبير، تشحن شحن سريع 45 واط اللي بيشحن لك الجهاز كله بالكامل في ساعه تقريبا، وشحن لاسلكي 15 واط، وشحن لاسلكي عكسي 4.5 واط. البطاريه هنا زي ما قلنا عن سخونيه المعالج برضو هتقعد معاك سيئه ورخمه لمده اسبوع 10 ايام. الجهاز حرفيا بيتعلم من استخدامك، ومع الوقت هتلاقي السكرين اون تايم بتاعك بقى اعلى. مع الوقت مش هتشيل هم ان انت لازم الجهاز يبقى مشحون بالكامل قبل ما تخرج او كده، لان فعلا انت في اول اسبوع هتعاني مع السخونيه وهتعاني مع البطاريه. لان انا كنت ببقى لازم اتاكد ان الجهاز مشحون 100% قبل ما انزل او اروح مشوار طويل او كده، ولكن دلوقتي بقى عادي جدا ان انا انزل وهقضي اليوم كله بره والجهاز فيه 50 60%، لانه بعد ما بيتعلم استخدامك بيقعد معاك حوالي 6-7 ساعات سكرين اون تايم. هو الرقم مش واو انا عارف، ولكن ده الافريج بتاع اجهزه الفلاج شيب، بعيدا عن الماكس بتاع اجهزه ابل وبعيدا عن الاس 23 الترا اللي بيديك ارقام كويسه جدا. ده المتوسط بتاع اجهزه الفلاج شيب تقريبا، اللي هو 6-7، القوي فيهم بيبقى 8. لان الحاجات اللي انت ممكن تسمعها في جهاز زي ال 13 برو ماكس وال 14 برو ماكس والاس 23 الترا اللي هو 9 و10 ساعات والكلام ده، لا مش هتلاقيهم هنا بصراحه. ولكن ده بيعوضوا الشحن اللي هو يعني سريع. لان طبعا في حاجات اسرع من ال 45 واط ده بكتير. طيب ايه الخلاصه بقى؟ ليه ممكن اروح لجهاز زي ده؟ الجهاز ده سعره مستعمل هتلاقيه بيلعب في رينج من 18 ل 22 الف جنيه تقريبا. فالفئه دي هتلاقي بيقع فيها جوجل بيكسل 7، ولا ال 7 برو ممكن يكون اعلى شويه، او لا ممكن تلاقيه مستعمل برضه والله في الرينج ده. ممكن لو رفعت حاجات بسيطه 2003 تدخل في الاس 22 الترا. لو لقيت حاجه 128 رام 8 وكده اللي بتبقى جايه من بره دي، ممكن تلاقيه في رينج ال 25 26. ايه تاني؟ طبعا في الايفونات موجود الايفون 13 في الفئه السعريه دي مستعمل، موجود ال 12 برو ماكس. ولكن احنا مش هنتكلم عن الايفونات، خلينا نقارن باجهزه الاندرويد ونقارن باجهزه سامسونج نفسها. لان اللي بيبص على جهاز الاس 22 بلس بيبقى باصص على سامسونج بالذات، لان يعني لو ما بيبصش على سامسونج في اختيارات تانية كتير ممكن يروح لها. وانا يعني خلينا نتجنب ان انا اتكلم عنه جديد، لان زي ما قلت لك موجود جديد ب 30,000، في حين ان في السعر ده انت ممكن تجيب حاجات مستعمله تنانين اصلا بعيدا عن الاس 22 بلس. خلينا نتكلم عنه مستعمل. انك تاخد جهاز بالمميزات دي وبالمواصفات دي شيء مش سهل، ولكنه مش مستحيل. عشان اكون صريح معاك، انا غلطت لما رحت اشتريت الجهاز ده. يا نهار اسوح يا صدم، وعمال تشكر وتقول وبتاع، وفي الاخر تقول لي انا غلطت. بصراحه اولا بالنسبه لي كصانع محتوى بعيدا عن المستخدم العادي، دلوقتي الجهاز ده بيعه تقيل جدا. يعني انا عرضه بقالي شويه عشان لغايه اما اخلص الفيديو يكون هو جاله بيعه، ولسه ما جاتلوش بيعه لغايه وقت تصوير الفيديو ده. ولكن بقى لو جينا نتكلم في ناحيه المستخدم العادي اللي هو هياخد الجهاز ده وهيقعد معاه فتره مش قليله، فاعتقد ان انت ممكن تزود حاجه بسيطه وتروح للالترا. لو انت مفيش الامكانيه دي خالص بقى،
روح للاس 22 بلس. ولو في امكانيه انك تشيل جهاز صغير روح للاس 22 العادي، هتلاقي سعره مستريح شويه عنه وبيعه برضو اسرع شويه من البلس، ولكن بطاريته رخمه جدا جدا بصراحه. بس بعيدا عن الاختيارات الاخرى اللي حوالين الجهاز، فهو نفسه جهاز خارق بصراحه، من الطف واحسن اجهزه الاندرويد اللي شلتها في حياتي. انت عارف لو انت متابعني بقالك فتره ومش اول مره تشوف الفيديو ده يعني او اول مره تشوفني، ان انا دايما مستخدم ايفون، واستخدامي لاجهزه الاندرويد كان مؤخرا بس عشان اعمل لك بقى اندرويد ومش عارف ايه، زي ما انت كنت بتقول لي كفايه ايفونات كفايه بتاع، اعمل سبسكرايب بقى يا عم، اعمل سبسكرايب عشان جايين باندرويد كتير وبتاع. انا سرحت وانت سرحت مني انا عارف، والفيديو طول، ولكن ملخصا خالص بقى، لو انت هتبص للجهاز ده كجهاز لوحده كمواصفات، فهو بيديك كل حاجه انت محتاجها في جهاز فلاج شيب من غير سعر فلاج شيب. ولو جينا نقارنه باي جهاز ايفون فهنلاقيه في حاجات هو بيتفوق فيها عن اجهزه الايفون، في حاجات هتلاقيه بيتفوق، ولكن هو كجهاز في حد ذاته جهاز مميز جدا جدا. ولكن نصيحه مني، لو انت من الناس اللي بتغير اجهزه كتير اوعى تروح للجهاز ده، لانك مش هتعرف تبيعه، ولو جيت تبيعه لتاجر مثلا هيخسف لك بيه الارض، لان الاجهزه دي بتبقى بيعه تقيله عنده. فزي ما قلت لك لو انت ما فيش قدره خالص انك تروح للالترا، الاس 22 بلس هيكون اختيار مميز جدا جدا، وهيديك كل حاجه انت محتاجها في جهاز فلاج شيب. وانا بصراحه استمتعت معاه جدا جدا، وتجربه استخدامه كانت كويسه جدا جدا. وبس كده، لو عجبك بقى الفيديو ما تنساش تعمل لايك واعمل سبسكرايب جميل وفعل الجرس، وتابعنا على حساباتي على السوشيال ميديا هتلاقي كانت موجوده في الديسكربشن. وما تنساش لو حبيت تشتري حاجه من على نون مصر الامارات السعوديه استخدم الكواد الخصم الخاصه بينا. كان معكم احمد صدوم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، في امان الله. يا اختي ايه كل ده؟